من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وهديني ويسر الهدى لي. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. نحن ندرس وإياكم مقاصد سور القرآن الكريم منذ مطلع شهر رمضان المبارك الماضي، ونحن الآن قد وصلنا إلى سورة النساء، وتحدثنا عن هذه السورة بصفة عامة، وذكرنا أن هذه السورة تتحدث عن المجتمع الإسلامي ومن يعيش فيه من غير المسلمين. وتحدثنا ومن خلال هذه السورة ومن خلال اسمها أيضا عن الضعفاء، وهن النساء واليتامى وأمثالهم. ووصل الحديث بنا إلى قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية التي يسمونها آية الحقوق العشرة. اليوم سنواصل في مقاصد هذه السورة بعد أن ذكرت الضعفاء من النساء واليتامى وغيرهم. ستبدأ وتتحدث هذه السورة: هل هناك في المجتمع من يعيش مع المسلمين من غير المسلمين؟ وما حال المنافقين؟ وكيف يتم التعامل معهم؟ كل هذه المسائل، كل هذه المحاور نطرحها نحن وإياكم على فضيلة الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف، فأهلا وسهلا بفضيلته. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حياكم الله شيخنا العزيز. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن آية الحقوق العشرة، وتفضلتم بشرحها وربطها بين الحقوق. اليوم نحن نواصل الحديث عن مقاصد هذه السورة. لماذا ركزت الحديث عن الإنفاق في سبيل الله؟ فقال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما هو تعليقكم على هذه الآيات بعد أن سرد الحقوق العشرة التي ذكرناها: حق الله عز وجل، حق الوالدين، حق ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل؟ المجال لديكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلا شك الحقوق العشرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، آيات الحقوق، يمكن أن نقول بأن ما يمكن أن يعترض ذلك أو يمنع منها فهو أصناف من الناس، وهؤلاء الأصناف منهم من يبخلون أن يمنعهم البخل عن أداء هذه الحقوق، ولكنهم لا يكتفون عند البخل، لأن البخيل هو من يمتنع بنفسه، ولكن يزيدون على ذلك شيئا آخر، وهو أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه قضية طبعا أكبر وأوسع. فالله سبحانه وتعالى حث أهل الإيمان على أنه لا بد من الإنفاق، وأن هذه الحقوق جزء كبير منها لا يؤدى إلا بأن يكون هنالك عطاء. وفكرة العطاء طبعا لا نريد أن نحصرها فقط في العطاء المادي، فبعض الناس يحتاجون إلى العطاء المعنوي أكثر مما يحتاجون ربما إلى العطاء المادي. فمثلا الوالدين قد يكونوا أغنياء، يعني يمكن للوالد أن يكون غنيا، ويمكن للابن أيضا أن يغني والده ماليا، ولكنه قد يبخل عليه بالعواطف ويبخل عليه بالمشاعر ويبخل عليه بالتقدير المعنوي. فهنا خلينا نوسع فكرة الذين يعطون، هؤلاء الذين يعطون ومما رزقناهم ينفقون. فكرة الإنفاق فكرة واسعة، لكن نحن نحصرها أحيانا في الجانب المادي والعطاء المادي، بينما الفكرة واسعة. يا سلام. فهنالك عطاء علميا، يا سلام، وهنالك عطاء ماليا،
وهنالك عطاء وجدانيا، وهنالك عطاء بالتقدير احترام. ولذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني وهذا ليس مال، نعم هذا خلق. ولذلك نخطي. يعني مرة يقال في واحدة من المحاكم الأمريكية رجل غني جدا فرفع دعوى على ولده يا الله أنه يريد الولد أن ينفق عليه. فذهب الولد، جاءت الدعوة إن والله والدك رافع عليك دعوة. فذهب، ماذا يريد؟ قال يريد الإنفاق. قال والدي يريد مني الإنفاق؟ قال هذا هو. قال أريد منه أن ينفق علي $1 واحدا، الله، ولكن بشرط أن يأتيني شهريا ليسلمنا هذا $1. الله. القاضي فهم أن هذا مشكلته ليست المال، هذه لابد أن يلتفت إليها الأبناء. والدك لا يحتاج أحيانا إلى أن ترسل إليه المال. ويخطئ ويختزل الإنسان المشهد الإنساني في هذه المراحل العمرية عندما يتصور بأن والده محتاج إلى إيه؟ إلى المال. هذه اختزال مسيء جدا حتى لفكرة الأبوة نفسها. الوالد في هذه المرحلة يحتاج نفس العطاء الذي كان يعطيه في مرحلة الطفولة بالنسبة لك. يعني صحيح كان يغطي لك احتياجاتك المادية، ولكن أكبر منها كان يغطي لك الاحتياجات الروحية والاحتياجات الوجدانية واحتياجات المشاعر والعواطف. صحيح. فأن تقول لولدك مثلا يا ابني إني أحبك، هذه أكبر عنده أحيانا من أن تعطيه مالا. صحيح. هذه الجزئية. وبالتالي هؤلاء الذين يبخلون بكل ذلك، يبخلون بعواطفهم ومشاعرهم وعطائهم عطاء الجاه وعطاء الحركة وعطاء العلم، هذه كله يبخلون به. ولكنهم لا يكتفون بذلك. هذه مرحلة طبعا خطيرة جدا، وهو أن فكرة الإنفاق نفسها بالنسبة له مشكلة، ليس في نفسه، ولكن يحاول أن يوسع الدائرة كما قال القائل ودت الزانية لو زنت كل النساء، مش كده؟ فالإنسان سبحان الله في سلوكه وطبيعته يحب أيضا الآخرين أن يشبهوه. فالزانية تحب النساء، تكره النساء المرأة العفيفة. نعم. البخيل يكره أهل العطاء بنفس الطريقة. ولذلك هنا تجده داعية إلى البخل. صاحب الإنفاق داعية إلى الإنفاق بنفسه وبلسانه وبحركته، فهو يعطي بنفسه ويدعو الآخرين أيضا أن ينفقوا. ولكن هؤلاء ما هي مشكلتهم؟ يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه طبعا تسمى في بعض الاصطلاحات هي مرحلة الشح، أشحة على الخير. الشحيح من يبخل بالخير ليس من عند نفسه، ولكن لا يحب حتى ينفق الآخر. الله المستعان. فشحيح على الخير. هنا طبعا الآيات تتكلم على كل عن نوعين من البخل. النوع الأول هم الذين آتاهم الله علما، علم الرسالة والنبوة وإخبار الله لهم بأن هنالك نبي سيأتي، فبدل أن يخبروا الناس بهذه المسألة يبخلون بها ويكتمونها ولا يريدون أن يعطوا العرب الأميين. وهذا أشد أنواع البخل. هذا أشد أنواع. لماذا؟ لأنه كتمان لرسالة الله تبارك وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، مش كده؟ نعم. ويشترون به ثمن. طيب، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فهنا لا بد أن النوع الثاني هو لا يبخل، هو يعطي، ولكن عطاؤه ليس لوجه الله سبحانه وتعالى. فنحن نواجه في فكرة العطاء نوعين من الناس، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وهؤلاء مشكلتهم أنهم اختل الميزان عندهم في الأمرين، أنهم لا يعطون ولا يعتقدون العطاء فيأمرون بالبخل. عندنا نوع آخر، وهؤلاء ربما إذا اعتبرنا هذه تتحدث عن كفار أو عن الذين لا يؤمنون بالله أو لا يؤمنون بالآخرة أو عن اليهود أو النصارى، فالطائفة الثانية ربما كانت طائفة المنافقين، وهو أنهم ينفقون ولكنهم لا ينفقون لوجه الله. فكأنما الله سبحانه وتعالى يريد ممن ينفق أن يفارق هاتين الطائفتين، وهو عليك عند الإنفاق أن تكون موقن بأن هذا الإنفاق تحتسب به وجه الله سبحانه وتعالى، وألا ترائي به الناس، وألا تؤذي الناس عند العطاء، وألا تتحدث به بعد العطاء، وألا تمتن على من أعطيتهم. كل ذلك يناقض فكرة العطاء لوجه الله سبحانه وتعالى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ثم الطائفة الثانية وهو ثم سبحان الله هنالك نوع من التبكيت أو التقريع، وهو أنه ماذا يضيرك أيها المنفق لو أنك أنفقت ابتغاء وجه الله؟
ماذا يضيرك؟ بالعكس، هذا هو الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تكون به عند الله وماذا سبحانه. عليهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله. ماذا عليك لو آمنت بالله وكان إنفاقك في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه سبحان الله يعني فيها نوع من وهو ما يعبر عنه سيد قطب عليه رحمة الله، وهو أن القرآن يخاطب البعد الوجداني بشكل مباشر وليس البعد العقلي فقط. يعني يخطئ كثير من الذين يذهبون مباشرة إلى محاولات مخاطبة العقول. يقول القرآن الكريم نزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد، فيجب أن تذهب أنت إلى القلوب، ليس فقط صحيح تخاطب العقل، ولكن تخطئ إذا تصورت بأنه والله مخاطبة العقل وحده يكفي. لا يكفي. فكثير من الناس يعرفون الحق ويعرفون ما يجب عليهم، لكن لم يبلغ هذا الأمر إلى أن ينتقل من دوائر العقول إلى دوائر القلوب. صحيح. لم ينتقل من دوائر البعد العقلي المحض إلى دوائر الوجدان والضمائر الداخلية. صحيح. فنحن محتاجين إن شاء الله إلى كل ذلك، ونحن نتحدث عن موضوع الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كلام جميل. طيب الشيخ حسن، تحدثنا عن الحقوق العشرة. نعم. ثم تحدث القرآن الكريم وحذر من كتمان الإنفاق أو منع الإنفاق أو كتمان العلم، وحث الناس على الإنفاق لوجه الله. نعم. وحذر من الإنفاق رياء وسمعة. ما الرابط؟ أين مقصد الشريعة هنا، مقصد السورة في آية تتكلم عن المجتمع؟ ما الرابط بين ما كنا نتحدث عنه من الحقوق العشرة وبين الآن الإنفاق والتحذير من كتمان العلم؟ ثم في النهاية قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أين الرابط بين هذا التوضيح الإلهي العظيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما؟ ما الرابط بين هذه الآيات وأين تحقيق المقصد؟ المجتمع بشكل عام، وهذه مسألة مهمة جدا لابد من أن نراعيها ونفرق بينها، وهو النظر إلى المجتمعات وطبائع المجتمعات. مثلا اليوم المجتمعات الأوروبية تراعي هذه الجوانب في بعدها التشريعي والتقنيني. يعني يمكن أن تجد حديث عن الآباء، ويمكن أن تجد حديث عن الفقراء، وحديث عن الأيتام، وحديث عن كذا، منظمات الإنسانية تشتغل، هذا كله. لكن سبحان الله يغيب في هذه المسألة البعد الأخلاقي، والبعد الأخلاقي مرتبط مباشرة بقضية الإيمان بالله ومرتبط بالآخرة فكأنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن طبيعة المجتمع المسلم ليس مجتمعا تشريعيا محضا آليا، بمعنى أن والله القصة في القانون موجودة فهو يريد أن يطيع القانون، يريد أن يلتزم بالقانون. لا، المسألة الإنسانية أبعد من، يعني لا يمكن أن تتعامل مع والدك بالبعد القانوني، لا يمكن أن تتعامل مع الفقراء بالبعد القانوني. وللأسف الشديد كثير من الذين تأثروا بالفكر العلماني وتأثروا بالحالة الحداثية يتصوروا بأنه أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو أنه نحن يجب أن نصل إلى في تشريعاتنا إلى هذا البعد. الله عز وجل يقول لك والله لا، هذا وحده لا يكفي، لابد هذا الذي يطيع التشريعات يقف من خلالها إيمان عظيم بالله سبحانه وتعالى، استحضار لعظمة الله، واستحضار للدار الآخرة، واستحضار لوقوفه بين يدي الله. فعندما يعطي سبحان الله لعطائه معنى، لأنك عندما تطيع التشريعات فقط لا يكون للعطاء معنى، ولكن تكون للرقابة والسلطة والملاحقات وسلطة الضرائب وكذا لها معنى. فالله عز وجل يقول لا، المجتمع المسلم طبيعة إنشائه أنه قائم على موضوع الإيمان بالله واليوم الآخر كفكرة مركزية تحرك كل الإنسان ومشاعره وأحاسيسه وفعله، حتى لا نتحول إلى إيه؟ إلى فكرة مادية محضة، وبالتالي تظهر عندنا بعد ذلك مشكلات الحالة المادية، وهو أنك والله إذا الكاميرات شغالة عليك تشتغل بشكل صحيح، وإذا الكاميرات ما شغالة عليك ما تشتغل بشكل صحيح. وعليه فإن إذا أنت أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله فإن الله لا يظلمك. نعم. نعم. ولا يحق حقك، بل يكتب لك الحسنة. نعم. ويضاعفها لك. أحسن. ونعم. وإذا عاقبك فإنه لا يعاقبك ظلما. نعم. حاشاه سبحانه وتعالى. نعم. وإنما بما كسبت يداك. طيب، أثناء هذا الحديث جاءت آية في وسط هذه الآيات تتعلق بالصلاة. يا ترى ما السبب في ذكرها ها هنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. طبعا السورة مدنية، نعم. والخمر في المدينة المنورة حرمت على التدرج، نعم. كما يخفى على شريف علمكم. لكن هنا الكلام في سياق حقوق الناس. نعم. لماذا ذكر الله عز وجل حرمان الدخول في الصلاة والصحابة في حالة السكر؟ أحسن. هنا طبعا سبحان الله، يعني قبلها قليلا خلينا نذكر الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية نعم. التي أبكته عليه الصلاة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لاحظ بعد آيات الإنفاق وبعد أن قال لك والله يا أخي إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما الرابط في أنه يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هنا سبحان الله القرآن طريقته وأسلوبه مختلف عن طريقة المناطق والفلاسفة الذين لهم تراتبية معينة. لاحظ الآن تكلم عن الإنفاق وتكلم عن الحقوق وتكلم عن كذا، ثم ذكرك بالله ثم ذكرك بالرسالة والرسول، كأنما يقول لك والله يدور مع هذه المعاني. ثم ذكرك بعد كده في هذا اليوم الذي سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، شاهد على الناس الذين بعث عليهم لهم الصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يودون يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض. نعم. طيب ثم بعد ذلك مباشرة جاء أهل يحدثك الإنفاق لا يستقيم إلا مع الصلاة. دائما أقاموا الصلاة تجد آتوا الزكاة، مش كده؟ نعم. إذا قدم الإنفاق يجيك بالصلاة. نعم. لكن هنا سبحان الله أتى بشرط من شروط الصلاة ولم يأتي بالصلاة. وهنا سبحان الله يفتح الله سبحانه وتعالى على عباده ما شاء. الصلاة ذكر شرط الطهارة فيها، وغاية الزكاة أنها تطهر الناس، فكأنما ربط الله بين الطهارتين، الطهارة الروحية. الطهارة الروحية نعم. يعني خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. إذا ناسب بعد ذلك أن يأتي أيضا بطهارته، طهارة الصلاة. نعم. فأنت سبحان الله يزكيهم. هذه التزكية وهذه الطهورية تحصل بأمرين، تحصل بإنفاقك المال وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة. فلما يعني ذكر موضوع الصلاة ما ذكر قضية الصلاة في أنه والله أركانها، لا، ذكر شرط أساسي فيها وهو شرط الطهارة. أتكلم هنا عن قضية الطهارة، لكن نتكلم عن موضوع السكر. السكر هنا إذا أخذته كبعد فقهي محض أن الإنسان لا يقرب الصلاة وهو في حالة سكره، سكران. لكن بعض الناس شيخنا سكرتهم سكرة المال وليس سكرة هؤلاء الذين تكلم عنهم أحيانا بعضهم سكارى تماما. وربما سكرة المال أشد من سكرة أشد من واحد سكرات من سكرة الخمر. فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الإنفاق مهم في أنه يطهر الإنسان من سكرته، كما تطهر أيضا الصلاة الناس في كثير من قضاياهم. فعلى كل هذا الجانب مهم جدا، وممن التفت سبحان الله إلى هذا المعنى سكرة المال وسكرة الدنيا بأنواعها المختلفة إمام الغزالي عليه رحمة الله. فكأنما أراد أن يقول صحيح الفقيه يستنبط من هذه الآية منع الصلاة وأنت سكران، هذه محل اتفاق، ولكن يقول لا تقرب الصلاة وأنت سكران. وعندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة تأخير الصلاة لكل مشوش. فالمشوشات كثيرة، خلينا نتكلم عن مسألة فقهية. نعم. اليوم بلا شك الخمر أم الخبائث ومحرمة. نعم. لكن قد تجد بعض المسلمين يشربونها يعني عصيانا لله عز وجل. نعم. ثم يصلون. نعم. ما حكم صلاة هؤلاء؟ نعم. وهل نقول لهم لا تصلوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ خاصة إذا كان يعي. بعض الناس يسكر ولكنه لا يفقد وعيه، يبقى في وعيه، غير يعني فاقد لوعيه. فما هذا حكمه؟ هل نقول له تمضمض وصلي، أو نقول له لا تصلي حتى تفيق تماما؟ ماذا تقولون؟ وطبعا الأصل في الإنسان بعد تحريم الخمر تحريما مطلقا أن لا يقرب الخمر، لا يقترب الإنسان من الخمر، لا تقرب الخمر، أنا كبيرة من الكبائر. كبيرة من الكبائر.
ولكن لو ابتلى الله تبارك وتعالى شخص من الأشخاص ووقع في هذا صلى الله الإشكال، العافية والسلام. فإننا نقول له لا تقرب الصلاة في غيبة الوعي. أيوة، في غيبة غيبة الوعي لا تقرب الصلاة، أنه لا معنى هنا لصلاتك وأنت غائب عن إيه؟ نعم. وعي، حتى تفيق. وهنا طبعا ضبطت الآية الموضوع حتى تعلموا ما تقولون. الإنسان يدرك أنه والله ماذا يقول في صلاته، يقرأ الفاتحة، فإذا كان ضابط لقراءته، ضابط لحركاته، ضابط لركوعه وسجوده، لكن هنالك روائح مثلا كما تفضل، نعم. رائحة الخمر موجودة الآن، نعم. وهذا لا نمنعه من الصلاة، نقول له صلي في بيتك، ما صلي في بيتك حتى ولا يقرب مصلى طبعا المسلمين. لا يقرب المصلى، لأنه أصلا إذا كان الثوم الذي هو حلال لا يقرب من أكل من هذين الشجرتين لا يقرب مصلانا. مصلانا. فمن باب أولى أن هذا السكران برائحته لا يقرب المسجد. نعم. طيب، جميل جدا. إذا مررنا على هذه الأمور كلها باعتبار أن هذه الأمور تقوي المجتمع الإسلامي في محافظته على الصلاة، في محافظته على الزكاة، في إنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى، في يعني تحذيره من الوقوع في الرياء والسمعة، في تحذيره من الكتمان، من كتمان العلم. وبهذا يكون المجتمع مترابط، متعاون، بعيد عن الخبائث، واعي، محافظ على صلاته، مؤدي واجبه. وهذا الذي فعلا حصل في زمن الصحابة. كانوا في وضرب بهم المثل في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا تحقق في زمن الصحابة. الآيات انتقلت بنا بعد ذلك إلى مجتمع آخر موجود مع المجتمع المسلم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدوا أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وما زال يذكر عن أمورهم ويحذر من خبائثهم ومن أعمالهم، إلى أن قال في نهاية المقطع: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الآية. هذا الكلام الذي تحدثت به هذه الآيات عن أهل الكتاب النصارى، اليهود والنصارى، ما سبب ورودهم في سورة النساء، وماذا تقصد هذه السورة من هؤلاء الناس؟ نعم. طبعا سبحان الله، السورة بما أنها تتناول المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم عندما نتكلم عن دولة المجتمع المسلم أو سياق المجتمع المسلم لا يلزم أن يكون هذا المجتمع كله مجتمعا ملائكيا كمسلمين. يعني في المسلمين تجد العصاة، في المسلمين تجد من منافقين موجودين داخل هذا الصف، في المجتمع تجد من هم ليسوا من أهل الإسلام ولكنهم ارتضوا أن يكونوا جزءا من مواطني أهل الإسلام، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى عجيب، يعني هنا كأن الله يقول: يا أيها الناس أنتم ستبتلون كل هؤلاء بهؤلاء جميعا، يعني في دولتكم، سبحان الله في دولتكم الإسلامية سيكون هناك نصارى معكم، سيكون هناك يهود معكم كذا. فكيف ستتعاملون معهم؟ أيوة. هنا في نقطة قبل أن نأتي إلى الآية الأولى. سبحان الله يا شيخنا، لما قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم. نعم. كثير من المسلمين للأسف الشديد غابت عنهم معالم هذه الآية. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن لو أردت أن تقول بأنه شخص دوائر الأعداء بدءا من نفسك التي بين جنبيك، سبحان الله، بدءا من الشيطان الذي يحاول أن يضلك، بدءا من الإخوان الذين يحاولون أن يكونوا لك أعداء، بدءا من الزوجة التي يمكن أن تكون لك عدوا، بدءا من أولادك الذين يمكن أن يكونوا لك، إلى دائرة إيه؟ نعم. دائرة أهل الكتاب. هنا مباينة: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. صحيح، مش كده؟ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يشترون الحياة الدنيا بالآخرة.
نعم. منهم من يبيع دينه بدنياه، نعم. منهم والله من تهمه الوجاهة أكثر ما تهمه قضية الحق والبحث عن الحقيقة، نعم. منهم من لا يريد أن يسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا ورسولا وزعيما ورائدا لماذا؟ لأنه تعود أن يكون هو من يوجه الناس وهكذا. فهذا الذي اشترى دينه بدنيا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول لك هذه الفئة ستظل موجودة في المجتمع، ومشكلة هذه الفئة أنها غير مسلمة لأمر الله تبارك وتعالى، ولكن خص خصائصها وضوابطها ونفسياتها وطبيعة حركتها وما تفكر فيه من كتاب الله، لأن الله عز وجل لا يعقل أن يقول لك أنا أعلم بأعدائك ولا يبين لك هؤلاء الأعداء. صحيح. نعم. ولذلك مباشرة قال والله أعلم بأعدائكم. طيب عرفنا دوائر الأعداء. نحن هؤلاء الأعداء يا شيخ برهان يمكرون مكر الليل والنهار. نعم. ويخططون ويبذلون كل ما في وسعهم ويفعلون أشياء لا نستطيع أن نفعلها، يعني في أشياء يقدمون عليها المسلم لا يستطيع أن يقدم عليها. نعم. فهو الله عز وجل هنا يقول لك والله بالنسبة لهؤلاء الأعداء لا تستطيع الانتصار عليهم إلا بأن يتولاك الله وتتولى الله، وإلا أن ينصرك الله وتكون أنت ناصرا لله. هذه المسألة معادلة الولاية المتبادلة والنصرة المتبادلة. طيب لو احنا مثلا حاولنا نسردهم سردا سريعا باختصار. نعم. والله أعلم بأعدائكم. نعم. في سورة المائدة قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم. إذن عندنا صنفين من الناس هنا. نعم. وفي سورة التغابن قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم. هنا أيضا مجموعة نعم. من الأعداء، ثم قال إن تعفوا وتصفحوا. نعم. إلى آخره. وقال أيضا في الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل في هناك غير هؤلاء من الأعداء؟ نعم. عندك المنافقين الذين قال الله فيهم هم العدو. هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم. صحيح. فلا بد أن تنتبه. وعندك دوائر النصارى هم أقل في الرتبة لكنهم بنفس الطريقة. نعم. أعداء. تجدن أشدهم هم أعداء في دوائر الأعداء، لكنهم لما صنفوا مع اليهود والمشركين جعلهم أقرب. فعندك اليهود وعندك النصارى وعندك المشركين وعندك المنافقين. نعم. هذا على المستوى. وعندك الشيطان. نعم. وعندك النفس. نعم. نفس البشرية أمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء. وعندك الإخوان والأصحاب الذين تأتي يوم القيامة ويتبرؤون من بعضهم البعض. نعم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فإذا كل هذه الدوائر يجب أن تعمل منها حساب. نعم. الإنسان الذي يذهب في هذا الطريق شيخ برهان وهو طريق معركة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال يصورها صورة معركة، ولذلك في هذه المعركة يعطيك الأدوات كيف تتحصن من هذه الدوائر، دوائر الأعداء القريبين ودوائر الأعداء الأباعد والأبعد وهكذا. فعندك الآن تصور إنه لما يقول لك والله الأزواج والأولاد يجب أن تعرف نمط العداوة هنا ليست هنا لا يحملون عليك سيفا، ولكن قد يحملونك حملا على ما لا يريده الله تبارك وتعالى. فكم من نساء يحملن أزواجهن على الحرام ولا يذكرنهن بالله سبحانه وتعالى، ويطالبن بأموال ويطالبن بكذا مثلا بناء على أنهم يريدون مطالب، والأولاد كذلك. فهنا ستلاحظ بأن نمط العداوة عند الأزواج والأولاد ليست كنمط العداوة عند اليهود والنصارى مثلا، لكن في النهاية النتيجة التي تنتهي إليها العداوة هو أنك تخرج عن دائرة الولاء لله تبارك وتعالى اللي هي دائرة موالاة الله ودائرة نصرة الله. هذا الضابط الأساسي. الله عز وجل يريدك تعرف على الأعداء عن قرب، خصائصهم، طرائق عملهم، من خلال أن توالي الله تبارك وتعالى وأن تستنصر به سبحانه وتعالى. هو الذي يحميك، لا شيء يحميك عن هؤلاء الأعداء غير الله تبارك وتعالى. السورة تحذر النصارى من الوقوع في الشرك بالله. نعم. وتحذرهم أيضا من الاستمرار في الكفر. نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية حيرتني في أن يطمس الله الوجوه ثم يردها على أدبارها. ما المقصود يا شيخ حسن؟ نعم. خطير جدا طبعا هذا. هنا سبحان الله أهل التفسير أو أهل التأويل اختلفوا فيها، هل تحمل على ظاهرها
خصوصا مع ربطها بأصحاب السبت الذين طمسهم الله تبارك وتعالى. ما في تجارب قبل كده صحيح. ممن سبق أنه طمس حقيقي. نعم، مسخ حقيقي. نعم. طيب هذا المسخ وارد، لكن قد يكون هنالك، وهذا المسخ يعني يؤيده عبارة نردها على إيه؟ وجوها فنردها، نرد على أدبارها. أيوة. لاحظ الآن الخلفية، لما يحصل طمس للأعين والأنف والفم يحصل طمس مادي، ما الذي سيحصل؟ سيشبه القفا إيه؟ المقدمة. صحيح. لاحظت؟ لأن هذا مطموس وهذا مطموس. أيوة. فهنا كأنما مثل تلك الآية التي جعله الله سبحانه جعل يعني كمن يمشي مكبا على وجهه، لاحظت؟ رجلاه في الأعلى وهكذا. فهذا على افتراض الطمس الحقيقي. لكن هنالك طمس آخر هو الطمس المعنوي، وهو أنك ترى ولكن تعطلت، يعني عند البصر تعطلت فكرة إيه؟ فكرة البصيرة، وعند السمع تعطلت فكرة التعقل. يعني مثلا فرعون عليه لعين الله المتتالية جاءه موسى عليه السلام بالبصائر 9 آيات بينات، فهو يرى سبحان الله، يرى الآيات مباشرة، ما أراد أن يستمع ولا أراد أن يتعقل، أراد أن ينقل المعركة إلى ساحة أخرى. بدل ساحة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون. جميل. لاحظت؟ فهنا كأنما الله سبحانه يحذر من إما من الطمس المادي وإما من الطمس المعنوي، وهذا أخطر. أن يطمس الله على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحيانا إذا وصل الإنسان هذه المرحلة تأتي الأقفال بعد ذلك. الله العافية والسلام. أيوة. يأتي قفل بحيث والله تسمع فلا تستفيد، ترى فلا تستفيد، يدخل على قلبك شيء ولا تستفيد، وهكذا. مصيبة. فهذه طبعا أخطر من قضية الطمس المادي. مصيبة. أيوة. ولذلك يموت على الكفر، يموت على الكفر ويترمي في جهنم. نعم. نسأل الله العافية والسلام. والسلام. الآية الكريمة كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم. كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني كنت أريد أن أتي بها من أولها، لكن هذه عقوبة نعم. عليهم بسبب ترددهم في الإيمان الأول. طيب جميل هذا التفسير بأن الطمس المعنوي أشد من الطمس نعم. الحقيقي، وكلاهما شر، نسأل الله العافية والسلام. وهذا التحذير حقيقة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى تحذير شديد جدا. نعم. وكان عليهم أن يتقوا الله عز وجل، في حين نجد أيضا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نجد أيضا هذا العرض فيه نوع من التوبة والاستغفار. نعم، فيه نوع من التلطف، وفيه من العرض، يعني كما تفضلت يخاطب القلوب ولا يخاطب العقول. صحيح. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هنا قال سبحانه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا سبحان الله التصوير القرآني يبدو وكأنه موجود عندنا اليوم في تزكية الكفار لفئات من الليبراليين والعلمانيين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نجد أن الغرب يمدح هؤلاء الناس ويقول أن هذا هو الفكر الصحيح وكذا. لو تعلق حول هذه الآية الكريمة يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا من المشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طبعا موضوع التزكية سبحان الله ابتلي به أهل الكتاب لدرجة أنه وصلوا مرحلة من التزكية بأنه والله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول كذا. يعني يمكن أن يحصل عندنا أيضا نفس هذا الموضوع، فكرة أنك والله ترى نفسك أنت وحدك مالك الحق. نعم. وصل باليهود طبعا الأمر إلى أن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أكثر تزكية كانت هي أنهم يرون أنفسهم بأنهم معفيين من كل شيء. كان عندهم هذا التصور، وهي أزمة اليهود إلى حد كبير أزمة تصورات.
نعم. تصورهم خاطئ عن الإله، تصورهم خاطئ عن أنفسهم، فلا ينظرون إلى الإله ذاك الإله المتصف بصفات الكمال والعظمة والكبرياء، ولكن يرونه يعني بصورة سيئة جدا، أنه يتصارع معه رسول من الرسل، يصرعه رسول من الرسل، يعني عندهم الإله يعني شيء ليس كما نتصوره نحن على التصورات الصحيحة اللي وصفت الكمال والجمال والعظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى. فهذا الجانب هم أنهم افتروا على الله عز وجل في تزكية أنفسهم. وفي نوع آخر من التزكية كانوا يقولون والله نحن عندما يتوفى لنا الأطفال وكذا فإنهم يشفعون لنا، وبالتالي من يموت له طفل من اليهود كان يرى بأنه خلاص ضمن الجنة بناء على أنه الله هذا الطفل سيشفع له. هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى من أعظم أنواع الافتراء، لأنه قول على الله بغير علم وهو فوق الشرك. لاحظ الآية اللي قبلها تكلمت عن الشرك، ولكن آيات بعدها تكلمت عن القول على الله بغير علم. نعم. كأنما الله يحذرنا من كل هذا، يحذرنا عن الإشراك بالله تبارك وتعالى، ويحذرنا بصورة أكبر من أن نقول على الله بغير علم، من أن نقول على الله بغير، أن نتصور بأن تعامل الله معنا يوم القيامة بالشكل الفلاني. وللأسف الشديد هذه الظواهر اليوم ربما نقع فيها ويقع فيها حتى من ينتسبون إلى أهل الإسلام. فتتصور مثلا طوائف الشيعة بأنه والله إذا انتسبوا إلى الحسين أو انتسبوا إلى علي فخلاص بالنسبة لهم الأمور يوم القيامة في السليم. بعض الناس يتصوروا بأنهم ينتسبون إلى ولي من الأولياء أو شيخ من الشيوخ أو طائفة من الطوائف أو طريقة من الطرق ويقول لك نحن خلاص في السليم. الأمر ليس كذلك، الله عز وجل لا ينسب إليه بهذه الطريقة. نعم. فالله تبارك وتعالى علاقتنا معه علاقة عبودية، علاقتنا معه علاقة أمر ونهي، علاقتنا معه علاقة محبة. هل والله وصلنا إلى مرحلة أن نحبه ويحبنا جل جلاله أم لا؟ إذا لم يكن السعي بهذا الاتجاه فأي شكل من أشكال العلاقات الأخرى نخطئ فيها. وللأسف الشديد هذه من إشكالات ما يسميه العلماء بقضية التدين المنكوس أو علل التدين. علل التدين هذا النوع من الإشكالات كلها تدخل معنا في دوائر علل التدين. جاءت بعد ذلك الآية أولئك الذين لعنهم الله، وهو أنهم كان المشركون يسألون أهل الكتاب باعتبار يقولون بالله هؤلاء أعرف منا، هؤلاء أعرف منا بأنه هل في رسول هل كذا إيش طبيعة، لأنه أهل رسالات ونحن أميين. نعم. مش كده؟ نحن أميين. فكان يأتوا إليه، كان يأتوا إلى زعماء اليهود ما قولكم في هذا الرجل؟ فكانوا يقولون لهم أنتم أهدى سبيلا من محمد، كذبا وزورا، كذبا وزورا. يعني ليتهم قالوا نحن أهل كتاب أهدى من محمد. لا، الموضوع ذهبوا أبعد من ذلك. سبحان الله. ذهبوا إلى أن من لا كتاب له ولا هداية له وهم يعرفون أنهم أميين، نعم. أنهم أميون، ومع ذلك يقولون لهم أنتم أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام. كل ذلك افتراء على الله، نعم. وكذبا على رسول الله وشراء للدين بالدنيا. ولذلك جاءت العقوبة بعدها أولئك الذين لعنهم الله. نعم. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. هذا شيء عجيب. نعم سبحان الله. أم لهم نصيب من الملك، أي ملك هذا؟ ملك العرب يعني. فإذا لا يأتون الناس نقيرا، وهذا هو بخلهم وإذا هم ملكوا. لا سبحان الله شيخنا، هنا لاحظ أول نفى الله تبارك وتعالى عنهم إنهم لا يستطيعون أن يقدمون لكم شيئا. نعم. لا يستطيعون أن ينصرونكم، لا يستطيعون أن يوالونكم، إذا جاءت ساعة الجد لا يملكون شيء. نعم. وسحب الله عنهم ملك السماوات والأرض. نعم. لأن الله عز وجل هو الحي القيوم، سحب عنهم كل أم لهم نصيب من الملك، وأحسب والله أعلم هنا ملك السماوات والأرض. ومع أن لو كان لهم نصيب من الملك فإن البخل الذي اتصفوا به يجعلهم لا يعطون شيئا. لاحظ. صحيح. حتى لو آتيناهم هذا الملك العظيم هذا الملك الواسع، فإن من الناس من يملك أشياء كثيرة جدا ولكن يطمس الله على قلبه من خلال البخل. وهم هذه وصفهم، هذا وصفهم والعياذ بالله. نعم. أيضا كأن الله ذكر سبب بخلهم وسبب كفرهم بالله وسبب تشجيع المشركين على الكفر أيضا. نعم. أنه الحسد. قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله أكبر. هنا طبعا
العلة الرئيسية عند اليهود ليس جهلا بحقيقة الرسالة، وليس جهلا برسول الله، بل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. سبحان الله، خلافا ربما لبعض أهل الكتاب من النصارى. هؤلاء أزمتهم أنهم يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ما جاءت الرسالة عندهم؟ ليش ما جاءت؟ طيب يا أخي، أنا الله تبارك والله المثل، الله تبارك وتعالى صاحب الملك آتى إبراهيم من قبل، وآتى إسحاق من قبل، وآتى يعقوب. طيب، نقل هذه المرة هذه النعمة إلى الفرع الآخر. لماذا تحسدون هذا الفرع الذي آتاه الله الملك والحكمة والرسالة والنبوة؟ يعني هذه القضية آتاها الله تبارك وتعالى، ويجب أهل الأديان بالذات، أهل الدين، يدركون بأن موضوع الرسالة نعمة من الله لا يملكها أحد، ولا يستطيع أحد أن يتألى على الله، ولا يستطيع أحد أن يملي على الله. فالله عز وجل يقول الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لماذا؟ آتينا من قبل إبراهيم له الملك والنبوة والرسالة في ذريته، وكان فيهم ملك عظيم جدا، آتينا ملكا عظيما. طيب، آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ختام ذلك. آتى إسماعيل عليه السلام واحد من الرسل، وآتاكم مئات من الرسل. حسد. الحسد. ما ينظرون إلى الخير الكثير الذي جاءهم. أبدا، والعياذ بالله. الحسد هو تمني زوال النعمة من الخير حتى لو لم تؤتها. هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة. لذلك الله تبارك وتعالى توعد هؤلاء وعدا عظيما بأن هؤلاء سيدخلهم النار ويعذبهم يوم القيامة. نعم، لأن الآية التي بعدها قال: إن الذين كفروا، أمثال هؤلاء، بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. انتهى المقطع الآن بهذه الآية عن الكلام عن أهل الكتاب. هذا وعيد خطير، وعيد عظيم، ووعيد خطير من هؤلاء الذين كفروا. لأن هنا لاحظ: إن الذين كفروا بآياتنا. لاحظ هنا الكفر تغطية، هم غطوا الحقيقة، أدركوها، تبين لهم أمر الرسول، أدركوا صدق الرسول، أدركوا صدق الرسالة، وأضلوا الناس بعد ذلك. المشركين فكفروا بالله وضلوا. أضلوا. فربما كان أهل الشرك أهون من هؤلاء. نعم. لأن هؤلاء جهلة، وهؤلاء ضلوا عن علم. صحيح. نعم. بعدها ربنا عز وجل ذكر 3 آيات مهمات نختم بها الحلقة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يا رب من فضلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا. حان الآن موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله. الله عز وجل يبشرنا بأن من آمن وعمل صالحا سيدخله جنات، ثم يأمرنا بالعدل. مع من هذا العدل؟ من المقصود؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كيف تربط هذه الآية؟ هذه طبعا هذه الآية الأولى هي بعد أن توعد الله تبارك وتعالى، وهذه طريقة القرآن في الترغيب والترهيب. توعد الله عز وجل وأرهب الكافرين وأرهب المجرمين وكذا. ثم مشاهدي الكرام، الآن ننوهكم بحلول وقت أذان المغرب بتوقيت أسمرة. فتح الله تبارك وتعالى علينا وعليكم قريبا. فجاء بما يقابل الوعيد، وهو مسألة الترغيب في أن الله تبارك وتعالى يدخل الذين آمنوا برسول الله، آمنوا برسالته، آمنوا بالله عز وجل، يدخلهم جنته سبحانه وتعالى. دخل بعد ذلك فضيلة الشيخ الموضوع في الخروج من دوائر المجتمع إلى دوائر بنية السلطة السياسية. آيات هذه آيات كبيرة جدا، آيات عظيمة جدا، لا تتناول فقط البنيات المجتمعية، إنما تتناول الآن بنية أخرى وهي بنية السلطة السياسية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآيات هي التي أسس عليها كتابه اللي هو
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بناه على مسألة أداء الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهنا عندنا 3 أركان أساسية: أداء الأمانات إلى أهلها، أن تحكموا بالعدل، أن تطيعوا من والله الله أمركم. هذه 3 أركان في النظام السياسي لا يمكن لأي نظام سياسي أن يقوم إلا بها. أداء الأمانات إلى أهلها بدءا من الخليفة والإمام، أننا لا نولي إلا من كان أهلا، ولا نقدم في الولايات إلا من كان أهلا، ولا نولي الإمارات إلا من كان أهلا. فالأهلية شرط أساسي في بنية بنية منظومة يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. كم من مع أنه هنا صحيح أقام عليها شيخ الإسلام بنية النظام السياسي، لكن بدءا من أمانة الولاية البسيطة، الولايات البسيطة جدا الصغيرة، بدءا من ولاية الأسرة. عندما تعطي بنتك أنت لشخص يجب أن تكون متأكد جدا بأن هذا الشخص أهل لأن يتزوج بالبنت، أنها أمانة، ستكون أمانة بين يديه. لكن تتدرج بعد ذلك إلى كل الأمانات الأخرى، أمانة التعليم، أمانة الاقتصاد، أمانة كذا، كل الأمانات التي تقوم في بنية النظام يجب أن نؤديها إلى من هو أهل. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بأن الشخص إذا كان ولى على المسلمين من ليس بأهل مع وجود الأهل فإنه ذلك يغضب الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد فقهاء السياسة الشرعية يتكلمون عن قضية ولاية المفضول مع وجود الفاضل، هل مسألة مقبولة غير مقبولة. فهذه الجزئية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالجزء الأول الأمانات تؤدى بقاعدة إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الجزء الأول. جميل. الجزء الثاني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحكم بالعدل لا يكون إلا من خلال تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى. جميل. ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بالعدل هو أن نحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى في كل بنيتنا السياسية. قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. طيب، أداء الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم. هنا ستلاحظ بأن موضوع التشريعات كلها داخل معنا في العدل. كل التشريعات في الدولة يجب أن تقوم على فكرة الحكم ما أنزل الله تبارك وتعالى. طيب، أقمنا الولايات وولينا من نراه أهلا وحكمنا بالعدل بين الناس، جاءت قضية الطاعة. هذا الذي قدمناه والذي وليناه أمرنا إن لم نسنده ونقف معه ونعززه ونكون له عصبة فإنه لا سلطان إلا بشوكة ولا سلطان إلا بطاعة. جميل. مش كده؟ فجاءت فكرة الطاعة كأساس للنظام السياسي العام الذي يتولى أمر هذه الأمة. ولكن قيد الله تبارك وتعالى الطاعة هنا طاعة الله مطلقة، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وطاعة أولي الأمر طاعة شنو؟ مقيدة. جميل. نعم. يعني هنا أنا كأني أفهم أن ذكر هذا الكلام، الأمر بأداء الأمانة والأمر بالعدل وأمر بطاعة ولاة الأمور بعد ذكر شر أهل الكتاب وأنهم يعني على كفر وعلى ضلالة وأنهم يعني موعودون أو توعدهم الله بجهنم وبئس المصير. ومع ذلك كله إياكم أيها المؤمنون أن تظلموهم، إياكم أيها المؤمنون أن تتعرضوا عليهم بسوء. فقضية كفرهم وقضية إجرامهم فيحاسبهم الله عليها. لكن أنتم إذا كنتم أولياء على هؤلاء وكانوا مواطنين عندكم فيجب عليكم أن تؤدوا أماناتهم إليهم وأن تحكموا بينهم بالعدل. لأن الآية قالت وإذا حكمتم بين الناس. نعم. والناس هم المؤمنون وأهل الكتاب والنصارى والمنافقين، الجميع. نعم. الجميع. هل هذا فهمي صحيح؟ طبعا بلا شك، لأنه حتى سبب نزول الآية يا أيها الذين أدوا الأمانات إلى أهلها، وهو لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقام أحدهم لينتزع مفتاح الكعبة ممن كان عنده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وردها إليهم وقال بهذه الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا سلام.
ولا أدري لحظة هل أصلا أسلموا أو لم على كل لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فظلت فيهم ما داموا أسلموا، يجب أن لا تنتزع منهم إلى يومنا هذا موجودة فيها. فعلى كل موضوع أن ولايتنا الإسلامية التي تقوم سنراعي فيها الكفاءة والأمانة والقوة والعدل والطاعة، ويجب أن ينعم الجميع بهذه المسألة. لا تفريق في نظامنا في أن تبسط العدل بين الناس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عنده عبارات جامعة، يقول العدل واجب من كل أحد على كل أحد، والظلم محرم من كل أحد على كل أحد. يعني أيا كان من وقع عليه الظلم فيجب أن ننصره ويجب أن نرفع عنه الظلم، والعدل واجب من كل أحد وعلى كل أحد. نعم. طبعا هنا أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، ونجد كثير من الناس يقدم الأمراء على العلماء، والذي يظهر والعلم عند الله من خلال تتبع الآيات أن العلماء مقدمون على الأمراء، وأي أمير لا يحكم بالعلم ولا يحكم بما آتاه الله من علم كتابه والسنة الذين هم في صدور العلماء، لا أعتقد أنه سيصل. تعليقكم حول هذا ثم نختم. نعم، هو موضوع أصلا السلطة الإسلامية تقوم على فكرة أن القائم على الأمر يجب أن يكون عالما، هذا الأصل، وبالتالي يجمع بين الشوكة وبين العلم. نعم. وبالتالي يطاع بناء على أنه أعرف بأحكام الله تبارك وتعالى. وهنا لاحظ، فنطيعه طاعة لله تبارك وتعالى ونطيعه لأنه يأمر. لكن نتيجة الواقع العملي حصل نوع من الفصام ما بين سلطة العلم وسلطة السياسة أو سلطة العسكر أو غيرها، فحصل نوع من التباين في تاريخنا. لكن مع ذلك سبحان الله الأحاديث تقول ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فلا تفارقوا القرآن. يجب أن يكون تحيزات أهل الإيمان إلى أهل القرآن وإلى أهل العلم وليس إلى أهل السلطة. لكن للأسف الشديد طبيعة السلطة، بنية السلطة، بما أنها تقوم على الترغيب والترهيب، فتجد كثير من الناس يميلون إلى أهل السلطة وأهل الجاه وأهل المال أكثر من ميلهم إلى أهل العلم. ولكن الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك. وعموما الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتعاون عند حالة وجود سلطان ليس بدرجة من العلم أن يكون قريبا منه أن يكون بجواره من أهل العلم من يبينون حكم الله تبارك وتعالى، وبالتالي يلتزم هو بحكم الله الذي بينه له العلم. طيب، على كل حال حول هذا كلام يعني في أسئلة كثيرة. نعم. لماذا الأمراء هم الذين ينعمون بالقوة والعلماء لا ينعمون بالقوة أبدا إلا ما ندر؟ يعني عبر التاريخ نجد العالم عنده العلم الكتاب والسنة وليس عنده آلة القوة التي تحمي الكتاب والسنة اللذين في صدره. حول هذا كلام نتحدث إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، كنا مع فضيلة الشيخ حسن سلمان حول مقاصد الذكر الحكيم، وتناولنا العديد من المسائل حول الحقوق العشرة، ومررنا أيضا بأعداء الإسلام والمسلمين وهم اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيل الله ويقتلون أولياء الله. كذلك مررنا أيضا على آيات الأمر بالعدل والإحسان وأداء الأمانة لمن هم أهلها. كل هذا تناولته سورة النساء لتحقق العدل والحرية في المجتمع الإسلامي. حتى نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله لنمر على آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما معناها؟ نعم، فلا تنازعوا. ونعم الآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وهذا أخوكم برهان يحييكم، وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان، وأشكركم على حسن المتابعة مشاهدي الأكارم، والشكر موصول للكنترول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم